النهارده هكشف لك عن اكبر عمليه سريه عملتها المخابرات المصريه وقدرت تضرب بيها 4 دول واللي منهم امريكا، وفي نفس الوقت مفيش ولا دوله فيهم قدرت تمسك دليل واحد على مصر. العمليه السريه ديت تعتبر لحظه تاريخيه في تاريخ المخابرات المصريه وتاريخ مصر كمان. فعشان ما اطولش عليك كتير يلا نخش في الفيديو ونشوف ايه حكايه العمليه السريه ديت. سنة 1969 تيجي إسرائيل قدام العالم كله وتعلن إنها هتنقب على البترول. طب أيوة، إيه المشكلة في إن هي هتنقب على البترول؟ المشكلة إن هي هتنقب على البترول في مصر، تحديدا في خليج السويس. بس خليني أقول لك إن إسرائيل ما كانتش عايزة تنقب على البترول عشان تطلع بترول. هي أي نعم إن هي كانت عايزة بترول وكل حاجة، بس هي عايزه تنقب على البترول في خليج السويس بقصد ان هي تهين كرامه مصر. طب ليه يا عم الحاج اسرائيل عايزه تهين كرامه مصر قدام العالم كله؟ ما انا عايز اقول لك ان في الفتره دي كان في حروب كتير بين مصر واسرائيل، وتحديدا في الفتره دي كان في حرب الاستنزاف. وعايز اقول لك ان في حرب الاستنزاف ديت كانت مصر هاينه كرامه اسرائيل، يعني كانت كل يوم تقضي على جنود اسرائيليين، تأسر جنود اسرائيليين وتدمر دبابات ومدرعات، ومنهم كانت مدمره ايلات. فاسرائيل بعد الاحداث دي كلها وان هي عماله تتهمم مصر، فبانت قدام العالم ان هي مش قادره تسيطر، خصوصا ان اسرائيل كل شويه تطلع تعلن ان هي مسيطره على الاراضي المصريه، بس هم في الواقع كان كل يوم في الفتره ديت يتضربوا. فاسرائيل عشان منظرها قدام العالم كله يبقى عدل، فهي حبت توجه ضربه لمصر، والضربه ديت يا معلم انها عايزه تهين كرامه مصر قدام العالم. طب قعدوا يفكروا هيعملوا ايه، طلعوا بفكره اللي هم هينقبوا على البترول في خليج السويس. وخليني اقول لك ان اسرائيل ما كانتش بتتكلم وبس، ده فعلا نفذت، اعلنت قدام العالم كله ان هي فعلا اتفقت مع حفار وهيوصل في خلال ايام عشان ينقب على البترول في خليج السويس. طبعا مصر لازم دلوقتي ترد وتاخد رد فعل اتجاه المصيبه اللي هتعملها اسرائيل ديت. ده فعلا لو حصل كده كرامه مصر هتروح في الارض. ففي اللحظه ديت يظهر الرئيس المصري جمال عبد الناصر ويستدعي مدير المخابرات امين هويدي، وامر امين ان هم لازم يدمروا الحفار دوت قبل ما يوصل لمصر، قبل اصلا ما يوصل للبحر الاحمر، ولازم يقضوا عليه ويدمروه من غير ما يسيبوا اي دليل وراهم ان مصر هي اللي عملت كده. وفعلا يا معلم بدأت المخابرات المصرية تشتغل على الموضوع دوت. بس اول مشكلة قابلتهم هو مين الحفار ده اصلا، لان اسرائيل خافت كل المعلومات عن الحفار اللي هي تعاقدت معاه، ده هو خلاص كلها ايام وهيوصل مصر عشان ينقب على البترول فيها. فمصر دلوقتي قدام مشكلة كبيرة، ولا تعرف اسم الحفار ولا جنسيته ولا تابع لأنهي شركة. فالمخابرات المصرية عملت اول خطوة ان هي شكلت فريق كامل من رجالتها اللي في كل جميع انحاء العالم، وبعتتهم لكل الموانئ البحرية اللي موجودة في العالم. طبعا كل راجل فيهم مكلف يبعت اي بيانات او معلومات عن اي حفار موجود في اي ميناء في العالم. وخليني اقول لك ان الرجالة دي فعلا اشتغلت بقلب وبعتت كل المعلومات والبيانات اللي موجودة عن كل الحفارين اللي موجودين في موانئ العالم. يجي بقى هنا سؤال مهم قوي وفي الجول، طب المخابرات المصرية دلوقتي بعد ما جمعت المعلومات والبيانات ديت ازاي هتعرف الحفار اللي تعاقدت معاه اسرائيل؟ هنا بقى يجي دور المخابرات المصرية. المخابرات المصرية كانت متأكدة من معلومة ان اسرائيل هتخبي الحفار دوت في مكان صعب الوصول ليه، او خليني اقولها لك بمعنى ادق، اسرائيل هتخبي الحفار في ميناء صعب حد يوصل له، او ميناء مش متوقع. وتبدا المخابرات تفرز كل المعلومات والبيانات اللي جولها عن كل الحفارين، واثناء الفرز ده كله يقفوا عند حفار بعينه. الحفار دوت اسمه كينتنج، والحفار في نفس الوقت تابع لشركه انجليزيه امريكيه هولنديه، وفي نفس الوقت الحفار واقف في ميناء في بحيرة اسمها ايري. بص بقى يا معلم، البحيرة ديت عشان البحيرة دي حكايتها حكاية. اولا البحيرة ديت موجودة في كندا، ثانيا بقى وده الاهم ان البحيرة دي متحاصرة بمعنى ان هي متحاصرة من ولايات امريكية وولايات كندية. وعشان تطلع من البحيرة المتحاصرة ديت، اولا من البحيرة ديت عشان تطلع منها لازم تعدي على قناة بحرية، والقناة البحرية ديت بتوديك على بحيرة تاني، ومن البحيرة التانية ديت لازم تعدي على قناة بحرية تاني عشان تطلعك على بحيرة تالتة، ومن البحيرة التالتة ديت لازم تعدي على قناة بحرية تالتة عشان تطلعك على المحيط الاطلنطي. شايف اللفة الكبيرة دي تبين ان مستحيل
مستحيل ان اسرائيل تخبي حفار في المكان دوت، بس حته مستحيل ديت اكدت للمخابرات المصريه ان هو ده الحفار، لان هم في الاول كان عندهم اعتقاد ان اسرائيل هتخبيه في مكان صعب الوصول ليه، وفعلا ده مكان صعب الوصول ليه. واللي اكد المعلومات دي اكتر ان مصر بعد ما عرفت كل المعلومات ديت، انجلترا تطلع بعديها بتصريح تاريخي. انجلترا طلعت قالت يا معلم ان في ازمه بتهدد مصالحها في الشرق الاوسط، والازمه ديت ان في شركه اسرائيليه اتفقت مع شركه انجليزيه على ان هي تنقب على البترول في خليج السويس. مش بس كده، ده بعديها بكام يوم يطلع 3 تصريحات زي النار، والتصريحات ديت طالعه من كندا وانجلترا وامريكا. التصريح الاولاني يطلع من كندا، وكندا قالت لك يا معلم ان احنا اجرنا الحفار لشركه انجليزيه. طبعا انجلترا لازم ترد، طلعت قالت لك ان الشركه دي اصلا مش شركه انجليزيه، دي شركه امريكيه ومقرها موجود عندنا هنا في انجلترا، وفرعها الرئيسي موجود في امريكا. طبعا امريكا تطلع بتصريح، والتصريح ده طالع تحديدا من رئيس الشركه. رئيس الشركه ده طلع قال لك احنا عاملين تعاون مشترك ما بيننا وبين اسرائيل. التعاون ده غرضه شويه دراسات بيولوجيه، والدراسات البيولوجيه ديت اصلا اللي بيقوم بيها فرع شركتنا اللي موجود في انجلترا. انت ملاحظ اللي بيحصل كله عمال يرميه على التاني. بس في حاجه هنا مهمه وانت اكيد خدت بالك منها، ليه كل المعلومات دي كلها ظهرت في وقت واحد؟ وليه برضه في نفس الوقت المعلومات دي ظهرت بعد ما مصر ما عرفتها؟ وفي نفس الوقت ليه كل الدول عماله ترمي على بعض؟ ليه كله عمال يخلع من الموضوع؟ خليني اقول لك ان الدول ديت طلعت عملت الحوارات دي كلها وقالت المعلومات دي كلها عشان المعلومات ما بقاش ليها لازمه. يعني ايه ما بقاش ليها لازمه؟ ايوه ما بقاش ليها لازمه، يعني خلاص الدول دي كلها عرفت ان مصر عرفت المعلومات ديت، فخلاص المعلومه ما بقاش ليها لازمه، فطلعوا هم صرحوا بيها. وفي نفس الوقت كل الدول دي كانت بتبرأ نفسها من الموضوع عشان ما تبوظش علاقتها مع مصر. سيبك بقى من ده كله وتعالى نرجع للمخابرات المصريه، تحديدا مدير المخابرات امين هويدي. امين هويدي طلع للرئيس جمال عبد الناصر وعرض عليه كل المعلومات ديت، وقال له احنا جاهزين دلوقتي ب5 خطط نضرب بيهم الحفار، بس لحد دلوقتي هم مش عارفين يستقروا على انهي خطه فيهم. عموما اول 3 خطط دول هم متشابهين، هم عن طريق ان هم هيلغموا الحفار دوت ويفرقعوه، بس كل خطه فيهم بسيناريو مختلف. اما الخطه الرابعه فهو هيطلع كام جندي كده من الجيش المصري اول ما الحفار يوصل عن طريق البحر الاحمر ويضربوه بالRPG. اما الخطه الخامسه فهي هيطلع طياره مصريه وتضرب الحفار واول ما يوصل عند ميناء عدن. بس خليني اقول لك ان الخطه الرابعه والخامسه هيلبسوا مصر تلبيسه سوداء، لان انت لو جيت بصيت كده هتلاقي ان الحفار دوت تابع لانجلترا امريكا وكندا وكمان هولندا، وكمان مؤجراه اسرائيل. فمعنى كده لو مصر ضربته بطريقه مباشره وبانت ان مصر اللي هي اللي عملت كده، فدلوقتي مصر هتخش صراع مع 4 دول. وكمان امين هويدي عرف جمال عبد الناصر ان الحفار خلاص طلع من كندا ودلوقتي هو ماشي في المحيط الاطلنطي، وبعدها هيلف اللفه الطويله ديت بتاعت طريق راس الرجاء الصالح، وهيقف في 3 مواني في افريقيا، وهم ميناء دكار في السنغال، وابيجان في كوت ديفوار، ولاجوس في نيجيريا. المهم جمال عبد الناصر بعد ما سمع المعلومات دي كلها شدد على نقطة مهمة، ان هم يختاروا الخطة المناسبة، بس في نفس الوقت محدش يمسك دليل ان مصر هي اللي هتعمل كده او عملت كده. وفعلا المخابرات المصرية بدأت تشتغل على النقطة ديت وحطتها في عين الاعتبار ان محدش يمسك على مصر دليل، واختاروا ان هم هيضربوا الحفار في السنغال عن طريق ان هم هيزرعوا له لغم. وفعلا اول ما الحفار يوصل ميناء دكار في السنغال يسافر للابطال المصريين من مصر. بس خلينا اقول لك هم عملوها ازاي. هم ما طلعوش من مصر على السنغال على طول، لان في الوقت دوت ما كانش فيه خطوط طيران بين مصر والسنغال. هم الابطال المصريين دول كانوا محمد نسيم ضابط المخابرات الملقب بقلب الاسد، وكان معاه 4 ضفادع بشريه مصريه. هم طلعوا من مصر على فرنسا، ومن فرنسا طلعوا على السنغال. خلينا اقول لك نقطه مهمه هنا، ان الحفار دوت من ساعة ما اتحرك من كندا وهو المخابرات الإسرائيلية مأمناه تأمين شامل وبتحميه، بمعنى ان الحفار دوت اول ما وصل اصلا ميناء السنغال كانت اسرائيل مأمنة السنغال كلها، بتشوف فيها مصريين، في مصريين وصلوا في نفس اليوم،
كانوا بيدرسوا الموقف دوت. ايوه، طب المصريين اللي رايحين ينفذوا المهمه دول عملوها ازاي؟ دخلوا ازاي من غير ما يكشفوهم؟ خليني اقول لك، هم طبعا زي ما قلت لك من مصر طلعوا على فرنسا، ومن فرنسا على السنغال. ضابط المخابرات محمد نسيم كان رايح السنغال على هيئه مهندس راح يشتغل في شركه للتابعه لراجل سوري. اما الاربع ضفادع البشريه كان واحد داخل بجنسيه واحد مغربي، والتاني بجنسيه واحد لبناني، والتالت فلسطيني، والرابع مصري. ثانيه، طب ما في واحد داخل على بجنسيه واحد مصري اهو. لا، هو كان داخل متنكر اللي هو مندوب من شركه مصر للطيران، وراح يقابل وزير السنغال عشان يعملوا خط طيران بين مصر والسنغال. طب الخطه ديت محدش قدر يكشف ان في مصريين دخلوا السنغال في نفس اليوم اللي وصل فيه الحفار. المهم الضابط محمد نسيم اول ما وصل السنغال راح على طول الميناء اللي واقف فيه الحفار عشان يدرس المكان اللي واقف فيه الحفار بالظبط في البحر، وكمان يدرس اماكن دخول وخروج الميناء، وكمان يشوف النقطه اللي هيقف فيها الضفادع البشريه عشان يغيروا لبسهم. وفعلا بعد ما درس كل حاجه وجهز خطته وجهز هيضرب امتى بالظبط، تحصل حاجه ما كانش متوقعه، وهي ان الحفار في اليوم دوت الساعه 5 الفجر يتحرك ويمشي في المحيط. طب ازاي الحفار يمشي؟ وايه اللي حصل عشان يمشي؟ ده المفروض كان هيقعد كام يوم، محدش عارف حاجه. ليه الحفار مشي؟ محدش كان يعرف خالص. طبعا الموضوع دوت كان مفاجاه للضابط محمد نسيم والضفادع البشريه. على طول الضابط محمد نسيم بلغ المخابرات المصريه باللي حصل دوت. المخابرات المصريه امرته ان هو يرجع ومعاه الضفادع البشريه في نفس اليوم، طبعا يرجع على مصر. خليني اقول لك ان الضابط والضفادع البشريه دول هم راجعين على مصر كانوا زعلانين، لان هم اصلا كانوا مستنيين ياخدوا الامر ان هم يطلعوا ورا الحفار. بس خلينا في المهم، وخليني اقول لك ان بعد كام يوم الحفار يوصل ميناء ابيجان في كوت ديفوار او ساحل العاج. اليوم دوت كان يوم 8 مارس سنة 1970، وفي نفس الوقت دوت برضو يتحرك الضابط المصري محمد نسيم ومعاه الضفادع البشرية على كوت ديفوار. وخليني اعرفك على الضفادع البشرية دول، هم كانوا 4، وهم الرائد خليفة جودة، والملازم اول حسن الشراكي، والملازم اول محمود سعد، وضابط الصف احمد المصري. وفي لحسن الحظ في نفس اليوم اللي وصل فيه الحفار دوت والمصريين على كوت ديفوار، يكون في كوت ديفوار في احتفال كبير لرواد فضاء امريكان. يعني باختصار كل الدنيا في الوقت دوت في كوت ديفوار مشغولين مع رواد الفضاء الامريكان. الضابط محمد نسيم استغل الفرصه وراح درس الموقف وحط خطته، وفعلا الضفادع البشريه بدأت تجهز وبدلوا بلبسهم وخلاص نازلين البحر. وفعلا تنزل الضفادع البشرية المصرية البحر ومعاهم الألغام، وفضلوا يعوموا 500 متر لغاية ما وصلوا للحفار. طبعا أول ما وصلوا لغاية الحفار زرعوا هناك 4 ألغام. طبعا بعد ما زرعوا الألغام في المكان اللي موجود فيه الحفار رجعوا تاني بسرعة وبدلوا لبسهم ورجعوا على مصر. بس الضابط محمد نسيم يفضل مكانه وما يمشيش ويستنى بعديها بدقايق وينفجر اللغم الأول، وبعديها اللغم الثاني والثالث والرابع. وفعلا الحفار انفجر وكل حاجه انفجرت موجوده في الميناء، وفعلا تنجح الخطه المصريه في اللي هي تفجر الحفار. ويقال برضو، ودي فعلا لو حقيقيه تبقى جامده قوي، وهي ان المخابرات المصريه عشان تعرف العالم ان مصر هي اللي عملت كده بس من غير ما تسيب اي دليل وراها، عملت حاجه غريبه، وهي ان الضفادع البشريه بعد ما نفذوا المهمه سابوا ادوات ليهم على البحر، وهي زعانف اتصنعت في ايطاليا، ونظارات اتصنعت في ألمانيا، وجهاز لاسلكي اتصنع في اليابان، و3 كشافات بتنور تحت المية صنعت في انجلترا. بس المفاجأة الأكبر بقى إن كان موجود في ال3 كشافات دول 3 بطاريات، والبطاريات دول كان مكتوب عليهم صنع في مصر. فطبعا حكومة كوت ديفوار أو ساحل العاج وهي بتحقق في الموضوع دوت راحت حققت مع السفير المصري وقالت له إن إحنا لقينا حجيرة مكتوب عليها صنع في مصر. فطبعا السفير المصري رد عليهم رد بسيط، قال لهم ما انتوا في نفس الوقت لقيتوا زعانف معمولة في إيطاليا، ونظارات في ألمانيا، وكشافات في انجلترا، وجهاز لاسلكي في اليابان، جايين تقفشوا في مصر بس. وفعلا مفيش دولة في العالم قدرت تمسك دليل واحد على مصر ان هي اللي عملت كده. من بعد العملية ديت اللي هي اتسمت عملية الحفار واسمها في المخابرات عملية الحج، بقت المخابرات المصرية لها شأن كبير قوي في العالم، وبقى ليها مركزها وقادرة ان هي تاخد حقوق مصر
بكل الطرق الممكنه. وبس كده يا صديقي، انا اكون خلصت، واتمنى تكون العمليه مرتاحه معاك. طبعا بقى حابب تنزل تعملي لايك اشتراك، دي حاجه ترجع لك في الاول وفي الاخر. وبس كده، سلام.